بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه روبرت وهو بيصحى من النوم الصبح وبيجهز نفسه وفطاره علشان يروح الشغل، وبعد كده بينزل يركب الباص وبيوصل للشغل. وبيكون روبرت شغال في ورشة خاصة بالأخشاب وأدوات البناء، ولما بيخلص الفترة الأولى من الشغل بياخد استراحة الغداء وبيروح يقعد في الكافيتيريا علشان يتغدى. فبيروح يقعد على ترابيزة مع واحد اسمه رالفي واللي بيحاول انه يقلل من وزنه، وبيسأله روبرت عن اللي بياكله، ولما بيقول له رالف انه بياكل اكل صحي ما بيصدقهوش. فبياخد روبرت ساندوتش من رالف وبيلاقي بطاطس شيبس فيه، فبينصح رالف بيقول له ان لازم يخس علشان اختبارات قبوله كحارس امني، لو ما خسش هيسقط في الاختبارات. وطلب من روبرت انه يساعده ويعمل له نظام غذائي يخليه يخس شويه، وروبرت عمل له نظام غذائي قوي جدا، وده بجانب التمارين الرياضيه علشان يخس بسرعه. وبالليل بينزل روبرت من بيته بيروح يقعد في كافيه متعود انه يقعد فيه على طول، وبيقرا فيه كتبه المفضله وبيطلب قهوته وبيقعد يقرا كتاب. وبيكون في بنت قاعده اسمها تيري في ترابيزه جنبه وبتبص في الكتاب اللي بيقراه، فبتساله ان الراجل اللي في الكتاب اصطاد السمكه، فبيبتسم وبيقول لها انه لسه ما وصلش للجزء ده. وبعد ما بتخلص كلام مع روبرت بتودعه وبتمشي. تاني يوم بيروح روبرت الشغل وبيسأله الموظفين عن شغله اللي كان قبل ما يشتغل معاهم، فبيضحك روبرت وبيقول إن هو كان شغال راقص استعراضي وبيقعد يرقص. بالليل بيروح الكافيه وبيقابل نفس البنت اللي كانت موجودة امبارح، وبتلاقي إن روبرت بيقرا كتاب جديد، فبتسأله إن الراجل اصطاد السمكة ولا لأ، فبيقول لها بالفعل الراجل اصطاد السمكة، وبتقول له إن نهاية الكتاب ده سعيدة، وبيفضلوا يتكلموا عن قصة الكتاب. وفجأة بيتصل واحد اسمه سلافي على تيري وبيقول لها إن في عميل مستنيها، وبتكون في عربية واقفة قدام المطعم مستنياها، وبنلاحظ إن تيري شغالة فتاة ليل، وبتكون الزبون هو اللي مستنيها قدام المطعم، فبترفض تيري إنها تروح معاه علشان بتقرف منه، لكن سلافي بيقول لها إنها ما تردش وتنفذ الأوامر وبس، فبتضطر تيري إنها تروح تركب معاه العربية. فبياخد روبرت باله من الموقف ده وبيكون متضايق من اللي بيحصل. تاني يوم بيروح روبرت الكافيه وبيلاقي تيري قاعدة حزينة وعلى وشها آثار الضرب، فبيقعد روبرت معاه وبيسألها عن الإصابات اللي في وشها، لكن تيري بتتوه في الكلام ومش بترضى تقوله علشان ما تدخلوش في مشاكلها. وبيحس روبرت إن هي مخبية حاجة، وبيكون متأكد إن سلافي هو اللي ضربها علشان يجبرها تشتغل غصب عنها، فبينصحها روبرت إن هي تسيب الشغل اللي بتشتغله ده وتشتغل أي حاجة تانية، لكن هي بتفكر إن الكلام سهل بس التطبيق صعب، وإن هو بيقول كده علشان مش محطوط في نفس الظروف دي. وبيجي لها اتصال تاني من سلافي، لكن المرة دي ما بتردش عليه. وبعد شوية بيطلع روبرت وتيري من الكافيه وبيمشي علشان يوصلها للبيت، لكن بتوصل عربية وبيطلع منها سلافي وحراسه وبيضرب تيري بالقلم على وشها، وبيكون روبرت عاوز يتدخل لكن ما بيقدرش علشان الحارس اللي مع سلافي معاه مسدس وممكن يطلعه ويضربه بيه. وبيقرب سلافي من روبرت وبيديله كارت الشغل وبيقول له انه يكلمه لو حب يأجر فتيات ليل من عنده كده. فبيروح روبرت وبيبدأ يفكر ازاي هيساعد تيري ويخلصها من اللي هي فيه. تاني يوم بيعرف روبرت ان تيري في العناية المركزة وتعبانة، فبيروح يزورها في المستشفى وبيلاقي ان وشها عليه آثار ضرب شديد. وبيقعد روبرت في استراحة المستشفى وبتطلع واحدة من غرفة تيري وبتكون دي صاحبتها واسمها ماندي، فبيسألها روبرت عن اللي حصل لتيري، وبتقول له ماندي ان سلافي هو اللي ضرب تيري بسبب ان كان في زبون ضربها وهي ردت له الضرب وعاقبها علشان ما تعملش كده تاني وتكون عبرة لكل البنات. فبيتضايق روبرت من اللي سمعه ده وبيقرر ان هو ينقذ تيري من ايد العصابة دي. وفي ليلة بيوصل روبرت لسلافي بعد ما عرف مكانه، وبيكون عبارة عن كازينو قمار كبير، وبيكون سلافي ليه مكتب جوه المطعم ده. فبيدخل له روبرت المكتب وبيلاقي سلافي ومعاه 4 من رجالته، بيوري له روبرت الكارت اللي هو اداهوله قبل كده لما قال له ان لما يعوز يأجر فتاة ليل يكلمه. بيقول روبرت ان هو عاوز تيري وبيديله $9800 مقابل ان تيري تسيب الشغل، لكن سلافي بيسخر منه هو ورجالته، بيقول له ان هو ما عندوش بنات تسيب الشغل. فبيسيبهم روبرت وبيروح يقفل باب بالمكتب بالمفتاح، وبيستغرب سلافي من اللي بيعمله روبرت وبيفتكروه مجنون لان من المستحيل ان شخص واحد هيقدر عليهم كلهم. وبيبص روبرت للرجاله وبيعرف الاسلحه اللي معاهم وبيظبط توقيت الساعه اللي هو لابسها، فواحد منهم بيوجه سلاحه تجاه روبرت، لكن روبرت بيمسك دراعه وبيكسره وبيلويه ويخليه يضرب نار على سلافي، وبيقدر يخلص على كل اللي موجودين في الاوضه. تاني يوم بيوصل زعيم مافيا روسي اسمه تيدي وبيشتغل لحساب راجل اعمال روسي اسمه بوشكين، وبوشكين ده بتربطه علاقات شغل مشبوهه مع سلافي. وبعد تيدي علشان يعرف مين اللي قتل سلافي وينتقم منه، بيكون 3 ضباط شرطه فاسدين مستنيين تيدي وهم ماسترز وبيترسون
وريمان، ودول بيشتغلوا مع العصابات الروسية في المخدرات وكمان غسيل الأموال والسلاح وكل حاجة مشبوهة، وبيحموهم مقابل رشاوي وبتوصل لملايين من الدولارات. بيركب ضباط الشرطة دول مع تيدي وبيروحوا لمسرح الجريمة وهو المكان اللي اتقتل فيه سلافي. بيكونوا الضباط محضرين الملف الخاص بالحادثة وبيمسكوا تيدي وبيعرف كل واحد منهم مات ازاي وبيقعد يتخيل اللي حصل، وبيقول ان اللي قتلهم شخص واحد ومحترف في القتل جدا. وبعدها بيطلب تيدي من ضباط الشرطة ان هم يفرغوا كاميرات المراقبة اللي في المطعم وكمان كاميرات مكتب سلافي، ويطلب منهم ان هم يبداوا التحريات بتاعتهم باقصى سرعة. تاني يوم بيقدر تيدي يوصل لماندي اللي كانت صديقة تيري وبياخدها معاه في العربية وبيمشوا شوية في الشوارع علشان يتكلموا، وبيسألها تيدي عن تيري فبتكذب عليه ماندي وبتقول له انها ما تعرفش مكانها فين وانها مش صاحبتها، لكن تيدي ما بيصدقش الكلام ده وما بيعلقش عليه. تاني يوم بنشوف تيدي وهو بيتصل ببوشكين وبيقول له ان الايرلنديين والايطاليين لهم علاقة بقتل سلافي، لكن بوشكين بيصمم ان هو لازم يجيب القاتل في اسرع وقت. بيروح تيدي لماندي وبيقول لها ان هو سأل البنات اللي كانت شغاله معاها وقالوا ان ماندي كانت صاحبة تيري جدا، فبتتوتر ماندي وبتخاف وبتبدا تقول لتيدي ان سلافي ضرب تيري ضرب شديد وراحت المستشفى وجالها هناك راجل اسمر البشره لكن ما تعرفش اسمه ايه وكان بيسأل عليها. بعد كده يقوم تيدي بقتل ماندي وبيمشي. تاني يوم بيجمع ضباط الشرطه بيقول لهم ان هو فرغ كاميرات المراقبه وبيوريهم صوره لشخص وده طبعا بيكون روبرت. بيقول لهم تيدي ان هو دخل المطعم بعد سلافي ما دخل على طول، وبيبدا تيدي انه يدور على صاحب الصوره، وبيقدر تيدي بتحرياته يعرف مكان سكن روبرت وبيروح له وهو منتحل صفه ضابط شرطه محقق وبيساله عن حادثه قتل سلافي ورجالته في المطعم. فبيرد عليه روبرت بيقول له ان هو كان هناك بيتعشى في المطعم وبعد كده مشي، وتيدي بيوري له صوره ماندي وبيساله ان هو يعرفها ولا لا، فبيقول له روبرت ان هو ما يعرفهاش. في نفس اللحظه بيشك روبرت ان تيدي ده مش ظابط ولا حاجه وانه صاحب سلافي وجاي علشان ينتقم منه، وده واضح من اللهجه بتاعته وطريقه كلامه. بيبدا تيدي يراقب كل تحركات روبرت ويوصل لملف السجل المدني بتاعه وبيعرف انه شخص بسيط جدا وشغال في ورشه اخشاب وادوات بناء ومفيش اي حاجه تثبت ان هو قاتل او كان ضابط جيش او شرطه. لكن تيدي ما كانش مصدق كل المعلومات دي وبيقول ان روبرت ده شخص متدرب جدا وان هو عامل دي مش داخله دماغه. وفي ليله بيكون روبرت في الكافيه كالعاده قاعد بيشرب قهوه وبيقرا كتاب وفجاه بيلاقي واحد قاعد على ترابيزه متنكر في زي عامل، لكن روبرت بيشك في الراجل ده ما بيصدقش ان هو عامل لان ايديه نظيفه والايد دي مستحيل تكون ايد عامل اصلا. واول ما الراجل بيحس ان روبرت كشفه يقوم من مكانه ويقرب بسلاحه ناحيه روبرت، لكن بيضربه روبرت بالكتاب وبياخد منه سلاحه وبيقتله بكل هدوء. واول ما بيخرج روبرت من الكافيه بيلاقي فيه عربيات واقفه قدام الكافيه، فبيقطع روبرت الكهرباء من الكافيه علشان هو حس ان العربيات دي بتراقبه واللي كان بيراقبه هو تيدي وماسترز. فبيخرج روبرت من المطعم وبيصورهم بالموبايل وهم مش فاهمين هو بيعمل كده ليه اصلا، وبيهرب روبرت من المكان وبيبدا تيدي وضباط الشرطه وكل الرجاله اللي معاه يدوروا على روبرت في الشارع، لكن ما بيقدروش يوصلوا لروبرت وبيكون اختفى من قدامهم ومالوش اي اثر. بالليل بيجي ضباط الشرطه الفاسدين وتيدي وبيقتحموا بيت روبرت، لكن ما بيكونش روبرت في البيت، فبيبداوا يدوروا على اي مكان يعرفوا منها مكان روبرت، لكن روبرت بيكون في العماره اللي قصادهم وبيصورهم وهم في شقته. فبيكشفوا تيدي وبيقول اللي معاه ان روبرت في العماره اللي قصادهم وبيراقبهم، فبينزلوا يركبوا عربياتهم وبيمشوا، وبيصور روبرت نمره العربيه اللي هم فيها وبياخد عربيتها علشان يعرف دي عربيه مين بالظبط. تاني يوم بالنهار بيروح روبرت المنزل تابع للمخابرات الأمريكية وبيقابل هناك العميل براين ومراته سوزان، ودول كانوا عملاء للمخابرات بس اعتزلوا الشغل. وبنعرف ان روبرت كان تابع للمخابرات الأمريكية هو كمان، لكن هو اعتزل بعد ما مراته ماتت، وده بيوضح هو ليه قوي وذكي وماهر في القتال. فبيطلب روبرت من سوزان انها تساعده لان في واحد عاوز يقتله، وبيحكي لها عن قصة قتله لسلافي وان في ناس بتدور عليه علشان تنتقم منه. بعد ما بيوريها صورة تيدي اللي صورها له بالموبايل بترد عليه سوزان وتقول له ان ده قاتل محترف وانه كان زمان كان ماسك منصب مدير البوليس السياسي في روسيا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، ودلوقتي بيشتغل لراجل اعمال روسي اسمه بوشكين. بوشكين ده شغال في السلاح والاعمال المشبوهه، وان اللي كان ماسك نشاطه في امريكا هو سلافي، وكمان عنده شركه استيراد وتصدير وعنده سفينه نقل بحري. فبتحذره سوزان وبتقول له ان يخلي باله من نفسه لان تيدي مش هيعدي الموضوع بالساهل. بتوري له سوزان صوره لاتنين من الضباط الفاسدين اللي لقوهم مقتولين امبارح في شنطه عربيه، وان اللي قتلهم هو تيدي، وان الدور الجاي على الشرط الثالث. فبيشكرها روبرت على كل المعلومات دي وبيرجع لبيته علشان يخطط ويفكر هيواجه تيدي ازاي. وفي يوم
بيكون روبرت عارف مكان الضابط التالت واللي مستخبي علشان خايف من تيدي لا يقتله، فبيدخل روبرت الجراج بتاع عربية ماسترز وبيشغل الانذار، وبينزل ماسترز للجراج علشان يشوف في ايه، وبيكون روبرت عامل له كمين، وبيظهر له روبرت من وراه وبيدخله العربية وبيقفل عليه، وبيكون روبرت حاطط جوه العربية غاز سام وبيشغلها وبيبدأ يخنق ماسترز، وبيفضل روبرت يعذب فيه شوية لحد ما بيستسلم. فبيتعب ماسترز من الغاز وبيقول لروبرت على كل المعلومات عن تيدي، واول حاجة بيعملها روبرت انه بيطلب من ماسترز يوديه المخزن اللي موجود فيه كل فلوس العمليات المشبوهة لحساب بوشكين. فبيعمل روبرت نفسه محقق شرطة وبيدخل المخزن هو وماسترز، وبيشوفوا في المكان ستات كتيرة شغالة بتعد الفلوس اللي ملهاش نهاية، وبيقابلوا واحد من العصابة اسمه أندري ومعاه رجالته، فبيطلبوا منه ان هم يسلموا المخزن بكل هدوء. أندري مش بيعجبه الكلام فبيهدد روبرت بالسلاح، لكن روبرت بيقدر ياخده منه بسهولة وبيكتفه هو ورجالته، وبيدي روبرت فلوس للستات اللي شغالين في المخزن وبيخليهم يمشوا من المكان وما يجوش تاني. بعدها بيكلبش ماسترز وبيجبره انه يتصل بالشرطة علشان يبلغ على الفلوس دي، كمان بيجبره روبرت انه يقول له على المكان بتاع اوراق المزيفة اللي هتخليه يخرج من البلد في حالة لو انكشف فساده في الشرطة. فبيضطر ماسترز ان هو يقول على كل حاجه، وبتيجي الشرطه وبتشوف الفلوس الكتير والعصابه مربوطين وبتقبض عليهم وعلى ماسترز. تاني يوم بيروح روبرت لصندوق البنك الخاص بماسترز وبياخد منها جواز سفر وفلوسه وفلاشه عليها معلومات مهمه جدا عن بوشكين والناس اللي شغالين معاه. بالليل بيروح لتيدي واللي بيكون قاعد في بار، فبيهدده روبرت وبيقول له ان هو هيديله فرصه يشيله من دماغه فكره ان هو هيقتله لان محدش هيقدر عليه. بيروح روبرت البيت ويشوف المعلومات اللي عليها وبيلاقي عليها تحويلات بنكيه مشبوهه، وبيلاحظ روبرت مستندات وصور لسفن شحن روسيه تابعه لبوشكين. بعد كده بيوصل للسفن دي وبيفجرها كلها، ولما الخبر بيوصل لبوشكين بيتصل بتيدو بيزعله وبيطلب منه انه ينهي الموضوع ده في اسرع وقت، وبيوعده روبرت انه هيوصل له لان استدعى قتلة مأجورين وهيقدروا يقضوا عليه. وبيقرر تيدي بعد كده ان هو يقتحم مكان شغل روبرت وبيكون معاه القتلة المحترفين دول ويمسكوه. بيروح تيدي ورجالته ويحاصروا المكان وبيسيطروا على كل صحاب روبرت واللي منهم رالفي حارس الامن واللي قبل في الاختبارات بعد النظام الغذائي اللي عمله له روبرت. وبيتصل تيدي على روبرت وبيقول له يجي على الورشة خلال نص ساعة والا هيقتل كل اصحابه، وبيفضلوا يتابعوا كل تحركات روبرت عن طريق تتبع الموبايل بتاعه. وبيتأخر روبرت عليهم وبيروحوا علشان يقتلوا رالفي، لكن فجأة بتشتغل موسيقى عن طريق السماعات، فبيخرج أفراد العصابة بره وبيقدر روبرت إنه يخدعهم ويقتلهم واحد ورا التاني بهدوء. وبيروح لتيدو وبيضرب عليه نار بكل قوة وبيموته. بعد 3 أيام بيسافر روبرت لروسيا وبيقدر إنه يدخل قصر رجل الأعمال بوشكين، وبيفضل يفتح ويقفل النور كل شوية، وبيفتح حنفية الحوض ويقفل البلاعة، وبيتملي المكان كله بالمية. ولما بتوصل المية لبوشكين بنلاقي المية انها متوصلة بالكهرباء فبتصعق بوشكين وتموته. بعدها بيخرج روبرت من المكان وبيرجع لحياته الطبيعية عادي. وفي يوم وهو بيجيب حاجات من السوبر ماركت بيقابل تيري ويلاقي ان حياتها اتغيرت وبدأت تشوف مستقبلها، وفضلت تشكره على اللي عمله. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.